السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. والنهاردة بقى ان شاء الله هنعمل مع بعض الغريبة بثلاث مكونات بس. هتعملوا غريبة خطيرة احلى من بتاعة المحلات بكتير. جربوها يا جماعة وهتدعولي، بجد تحفة جدا. بصوا بقى تسويتها، ولا شققت ولا فرشت ولا راحت ولا جت. خطيرة، سكرها مظبوط، نقشتها مظبوطة، ما فرشتش. بجد هتجربوها وان شاء الله هتدعولي على طريقتها السهلة البسيطة. ولا فانيليا ولا بياض بيض ولا اي حاجة من الحاجات دي خالص خالص. بصوا بقى التسوية بتاعتها من تحت، تسويتها حلوة. طبعا انت عايزة تطلعيها فاتحة سنة عن كده طلعيها، بس انا عشان اتأكد انها من جوه استوت تمام التمام وما تبقاش طرية معايا. خلاص، هنبتدي بقى على المقادير وايه. دي بقى مختلفة عن كل اللي فات، يعني كل المكونات بنضرب السمنة والسكر مع بعض. لا دي بقى هنحط السمنة الساقعة اللي هي 125 ملي من السمنة الساقعة، على 50 جرام من السكر البودرة، على ربع كيلو من الدقيق، كله على بعضه. وهنقلب بإيدينا بقى كله كده على بعضه، وقلبي بايديكي. عندك عجان اعملي بالعجان. بالعجان مش هتاخد وقت في التقليب لحد ما تتجمع، بايديكي هتاخد معاكي وقت شوية، بس في الاخر هتتجمع وهتاكلي احلى غريبة ان شاء الله تعجبكم. طيب هنبدأ بقى بايدينا. انا الاول هشتغل بالمضرب شوية لحد كده ما يبقى اديها عامل زي الفتاتة يعني، او زي حبات الرمل، ذرات الرمل بس كبيرة شوية ومبلولة. طيب وبعد كده هخلص بقى مرحلة المضرب وابتدي اشتغل بايدي. هفضل وراها لحد ما تعمل لي او تجمع لي كتلة، كتلة من العجين. بص، في الوقت ده كده بقت عاملة زي حبات الرمل. هبتدي بقى معاها بالشكل ده كده اهو. انا بوريكم المراحل يعني اللي هي بتوصل لها، كل ما ليها بتتكون عجينة. خلاص، هي بتاخد زي ما قلت لكم وقت شوية، بس آه يعني في الاخر بتتجمع عادي يعني. حتى لو ما عندكيش عجان هتعمليها، وبعدين ده ربع كيلو. طريقة سهلة جدا جدا. طيب قعدنا نعجن فيها، نعجن نعجن او نجمع يعني الدقيق مع السكر مع السمنة بالشكل ده كده اهو. هتاخد لها وقت هنقول بتاع 10 دقايق كده. وديها اهي كانت خلاص بقت كتلة زي ما انتوا شايفين. هدخلها بقى على التلاجة لمدة ساعة، نص ساعة يعني. دخلها التلاجة، ولو وراكي حاجة اعمليها ورجعي شكليها. طبعا هتبقى خارجة عفوا، هتبقى خارجة جامدة. طبعا هنمسك هنقطع حتة، وبين ايدينا هنبتدي زي ما انتوا شايفين نكورها. هتاخد درجة حرارة ايدينا، وكمان اهي بصوا مش مشققة خالص. هتاخد درجة حرارة ايدينا وهتطرى معانا. خلاص، هنبتدي بقى نكورها كور كلها بالشكل ده اهو. هي بتبقى جامدة بس مع ال يعني مع تكويرنا بايدينا يعني، ما بتبقى بتلين وبتبقى حلوة. خلاص، هنبتدي بقى نشكلها بالشكل ده كور كور كور. عايزة اقول لكم انها بتدخل درجة الحرارة الاول على 150 درجة مئوية، ما نعليش اكتر من كده. ونشغل الفرن بتاعنا من تحت بس، ما نشغلوش من فوق عشان ما تاخدش لون من فوق نهائي. خلاص، بتقعد لها من تلت ساعة لإيه ربع ساعة على حسب فرنك، وعلى حسب ما تتأكدي انها استوت معاكي من جوه. هي القاعدة بتاعتها خدت لون سنة عن المعتاد، سنة بس، انا عشان اتأكد انها استوت. انا عندي سوداني هنا، عندك لوز، عندك زبيب، عندك بقى كريز، عندك اللي هو بتاع الفضي اللي بيحطوه ده، اللي هو بتاع التورت ده. ممكن تحطيه برضو بالشكل ده. بتجيبي اي حاجة منهم، او السوداني اللي انا جبته النهاردة، ونمسكه ونغرزه في قلب الغريبية بالشكل ده كده. طبعا احنا قلنا السوداني عشان رخيص، وطبعا موجود عندنا من رمضان. فزي ما قلتلك بقى، عندك اي حاجة تنفع في ايه، في الغريبة بالشكل ده كده.
هي عملت لي الصينيتين اللي انتوا شايفينهم دول، ربع كيلو ما شاء الله، عمل برضو كمية كويسة. طبعا لو هتزودي في الكمية هتضاعفي بقية المقادير. المقادير دي مظبوطة ان شاء الله على الشعرة وعلى السنة. خلاص، انا جربتها كتير وعملتها كتير، ان شاء الله تعجبكم جدا جدا، ناعمة ودايبة وخطيرة. طيب اهي كده خلصت، هندخلها الفرن زي ما قلت لكم على 150، وهتاخد اللون الحلو. ما خدتش لون طبعا زي ما قلت لكم، هنشغل الفرن من تحت. وقعدت ربع ساعة تلت ساعة بس كده. يا رب بقى الوصفة تكون عجبتكم. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة، والسلام عليكم.